هقول لكم ليه الستات بتحب تتفرج على المسلسلات التركي واللبناني. انا بعتبر التركي واللبناني واحد. مش التركي بيتدبلج، مش في الاخر الاتنين بيقولوا كيفك، واحد بالنسبه لي. بغض النظر عن الشياكه، بتنظف عينيك وانت بتتفرج. الشياكه في بيوت، لبس شياكه، رايحه الشغل اتشيليه، رايحه باتشيليه. نبدا اليوم، واحده صاحيه من النوم او واحد صاحي هيقول ايه؟ بونجور. انا مشكلتي مش في البونجور، انا مشكلتي في الرد. تلاقي الرد عليه ايه؟ بونجورات. ياه، سهله كده دي. احنا عندنا اللي هو بيبقى عايزين نقول صباح الزفت على دماغكم، انتوا بونجور بونجورات عادي كده. تجاوزنا البونجور بعد ما قطعت في قلبنا من جوه. ندخل بقى على التقيل. تقول لجوزها بدك تتروق. الله الله. او كلمه ترويقه. انا بتفرج على المسلسل كله عشان اسمع كلمه ترويقه. مكونات الترويقه بقى يعني تحس ان هي طعام اهل الجنه. هو ايه اللي محطوط على الترابيزه ده؟ انا مش عارفه ولا صنف جبنه من اللي محطوط. فين البراميلي طيب؟ طب فين الاسطنبولي؟ الشيء ده مستورد. اقول لكم لو انتوا يعني صارفين ومكلفين قوي، البريزيدون الكوبايه دي غليت قوي. طب ممكن اجي اتروق معاكم مره واحده بس، مره واحده تقولوا لي بونجور وامشي، مش عايزه حاجه تاني. لا هقولها لهم، لا مش هقدر. واحده داخله على زميلتها في الشغل بتقول لها كيفك. مشكلتي مش في كيفك القمر اللي اتقالت دي. تروح رد عليها تقول لها ايه؟ رواق. بس كده، رواق. الحياه رايقه، ما تفرجش ازاي. ده احنا هنا بنهرس بعض في الشغل، بنطلع مصارين بعض وبنقرقشها. كيفك رواق. بونجور بونجورات. بس ده لا ينفي ان هما بيتخانقوا، هم بني ادمين يعني. بس شوفوا الانفصال عندهم عامل ازاي. تلاقي واحده قمر جايه تقول له ايه؟ بدنا نترك، مفيش عايزه اتطلق، عايزين ننفصل، عايزين نفركش، نفضها سيره بقى. انت بقى حط نفسك مكان البطل، اترك بقى لو جدع. اترك. وتبقى قاعد عادي كده، تلاقي واحده تروح قايله لك الماما، البابا، بيي، خيي. احنا بنقولها بتقرف. ليه والله بقولها زيهم، معرفش لك يا ربي سبحانه. تخيلوا برضو معايا المشهد ده. كلمي واحده صاحبتك بعد ما قلتوا بونجور وبونجورات وكيفك ورواق وكده، اكيد مشكلتك اتحلت. يعني هي لو لسه مشكلتك ما اتحلتش بيبقى في عندك خلل. فتخيلي انت تيجي تحكي لها المشكله، تقولك ما تعتلي هم، انا حديك. مش حدك، لا، انا حديك. انا هعوز ايه تاني من الدنيا؟ ناقص بس اتروق معاهم. عامله الفيديو ده عشان اتروق معاهم اصلا. وبحب قوي في وسط مشاكلهم اللي بيطرقعوا بعض فيها دي بالاساتك دي اي وكده، ما تيجي تقول لها ما فيني كفي. احنا عندنا مش قادره له، صحتي ونفسيتي مش قادره لهم. بس عندهم مشكله تو ماتش نفخ الصراحه. ممثله لسه شايفاها ميته ومقتوله وغرقانه في دمها، اللقطه اللي بعدها شايفاها بتولد. جننت. طلع ان هما لا شخصين مختلفين بس النفخ واحد، طالعين من تحت ايد نفس الدكتور. نفس كميه البوتوكس، نفس كميه الفيلر، نفس رفعه الحواجب. على قد ما فيهم امارات يعني شقلطوا وشهم جامد، فطلعوا في الكادر تتسرعي. بتقولوا بونجور بونجورات وترويقه وحياتي. بعد الكلام الحلو ده كله تقولوا يقبرني؟ لا وحشه دي ما تطلعش منكم. لا، اتعلموها مننا دي بقى، خدوها من عندنا احنا. حياتي يخليك ليا كده حلو ما يكملش. تلاقي طفل بيحضن مامته تقول له الله، يعني فيما معناه كده بقالك كتير ما ادتنيش عبوطه. لا، وحشه دي بقى، وحشه. اديني حضن، حضون، اي حاجه. هجايه، فين الهجايه بتاعت الماميز اللي عندنا؟ حبيبي البس الشوزه، اديني هجايه. وحشه دي منكم. من المآخذ عليهم الصراحه البرود. يعني في مواقف بتبقى محتاجه لحلح، مش هنقضي الحياه بونجورات. تلاقي واحده عملت حادثه موت، اكسيدون، جالها تفتت وتهتك في العمود الفقري، تلاقيها مكلمه صاحبتها حياتي كيفك.
كيفك ايه وحياتي ايه، ارقعي بالصوت يا اختي. فالتانية تروح رد عليها تقول لها ماله صوتك بالي عندك، وهي سامعة صوت الامبيولانس. لا مش طالبة برود، خلصوا عشان احنا بننام بدري الله يبارك لكم.